لا معلش بجد، انا عايز اعرف احنا هنكسب باداء ونتيجه امتى؟ يعني انت لحد دلوقتي جروس انت لاعب معاه 9 ماتشات، لاعب من ضمنهم 10 زفت. يعني انت الراجل لاعب معاه 9 او 10 ماتشات من ضمنهم 12 ماتش زي الزفت. فانا عايز اعرف انت البصمه بتاعتك هتبان على الفريق امتى؟ انت اصلا بتتفرج على الفريق زينا، ولا انت يعني انت في دنيا تانية؟ انت واقف المهم ان انا بيجي لي قبض اخر الشهر ده لو بتاخده، يعني مش هتشتكينا للفيفا يعني. تمام شغال والقبض شغال كده كده، خدته ما خدتوش في فيفا هتجيب لي حقي وفلوس متشالة على جنب لعيالي وعيال عيالي كمان. ما انا مش فاهم. لما جوميز مشي قلت بس جه. ده انا كان نفسي يجي من بدري قوي. ده الراجل معاه في الكونفدراليه كنا مكسرين الدنيا وكنا اول الدوري، ولولا النصيب ولولا اخر كام ماتش في الدوري وانك مشيت هوبا الدوري راح مننا. انت لحد دلوقتي ادائك باهت مريض، وحش جدا 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 قدام الفرق الضعيفه. الفرق الضعيفه انت مش عارف تكسبها باداء ونتيجه. امال انت قدام الاهلي هتعمل ايه؟ لما انت دلوقتي خسرت محمود جهاد وخسرت ناصر ماهر، امال هتعمل ايه؟ لا بجد انا عايز افهم، يعني انت هتعمل ايه؟ ايه الافكار اللي انت هتطلعها قدام ماتش الاهلي؟ الزمالك النهارده لولا ان الجون جه وباي لك خبطت في رجل الواد ودخلت، انت ما كنتش هتجيب جون، الماتش ده كان هيخلص تعادل. انت ما فيش يا جدع، ده انت ما فيش هجمه عملتها خطوره على الثلاث خشبات، ما فيش هجمه خطره على الثلاث خشبات. انت ماسك كوره، يا ريتك ماسك كوره، ده الكوره كمان بتلخبط في رجلك وبتروح للمنافس. انت مش عارف تمسك كوره. انت متخيل ان انت مفتقد عبد الله السعيد اللي بيدخلك او بياخد الكوره من المدافعين يطلعك قدام؟ انت مفتقده. يعني عبد واحد عنده 40 سنه مفتقده، امال انت هتعمل ايه من بعده؟ لا ما احنا عايزين نفهم بس. تلعب بمحمد حمدي وبنتايج، محمد حمدي واحد على واحد مش عارف يعدي، اللي هي المفروض انت يا حبيبي هاف شغلتك الاساسيه واحد على واحد، انت مش عارف تعدي، مش عارف تعمل اوفرلاب. محمد شحاته طبعا مش مركزه، مش هلومه. باك رايت عامل 8 عرضيات من ضمنهم 12 غلط. انت بتحكي في ايه؟ لا بجد الاحصائيات انا مش بهزر، انا عايز انا لاعب 8 عرضيات او 10 عرضيات غلط كلهم غلط. لا اداء الزمالك وحش جدا، وحش وحش. سيبك من ده كله، الجماهير يا عيني عندها امل في المدرجات. الدوري مش هنسيبه، احنا اللي هنجيبه. نجيب ايه؟ ده انت مركز تالت، مركز تالت يعني انت تاني يا ريتك تاني مؤقت كمان، ده انت تالت. بيراميدز يكسب بكره اول، اهلي تاني، انت تالت. انت مش فاهم. انا مش عايز يوم 22 يجي، يوم 22 لو جه ده الماتش ده يخلص سكور. ده يا ريت امام يبقى فيها يعني دراعه يكون مش سليم عشان ما يكسبكش. امام عاشور هداف الدوري 8 تجوان، اللي هو كل كره بوم على الجون بجون. انت تخيل عندك عواد. يا سلام بقى عواد يتصاب كمان يبقى محمد صبحي اللي يقف، هتشيل قتة. لا الزمالك مش محتاج يراجع نفسه، هو المفروض اساسا هو في قلب المراجعه دلوقتي، انت في قلب الامتحان. المفروض كنت تبقى مذاكر، لكن للاسف انت مش مذاكر، انت محطوط في نص الطريق. تكسب باي لك كده بس مش هتفضل باي لك على طول تمشي معاك، مش هتفضل على طول ماشيه معاك، استحاله. كوره النهارده ناصر منسي نزل، الواد غلط رايح هو والجون، كمه البطء بطيء قوي. حتى الواد راح مغطي عليه، راح ناصر منسي عداه من جنبه، مش قادر برضه يجي، مش قادر يجري. هو ايه اللعيبه دي وايه الناس دي ومين دول؟ مين اللعيبه؟ انا اول مره اشوف اللعيبه دي في نادي الزمالك. يعني انا ساعه لما كان شيكابالا شايل الفريق وكان في فعلا 10 خشبات بيلعبوا معاه، بس كان في شيكابالا شايل الفريق. انا دلوقتي مش شايف حد شايل الفريق. زيزو اللي كنا بنقول شايل الفريق بقاله كام سنه، بقاله اكتر من 7 8 ماتشات ما فيش زيزو. زيزو سرحان في الماضي وسرحان في كاس العالم اللي هيلعبه مع الاهلي. هو فين زيزو؟ الصراحه انا مش عارف. ربنا يستر من ماتش الاهلي، مش خايف مش خايف على اللي جاي، ولا خايف على اللي راح. انا ما تفهمش يعني، انا ما تفهمش انا خايف من ايه غير هو يوم ماتش 22 ده اللي انا خايف منه، اي حاجه بعد كده مش مهم.